شكله كبر 20 سنة والسرطان رجع له من تاني، والحقيقة اتكشفت بسبب جنازة أخوه. إيه اللي حصل لأحمد حلمي وإزاي شكله اتغير بالطريقة دي؟ تعالوا نقول لكم الحكاية. في الساعات اللي فاتت صور وفيديوهات أحمد حلمي في جنازة أخوه قلبت الدنيا، على الرغم من إنه حلمي من أكتر الفنانين اللي من فترة للتانية شكله بيتغير، وكان بيعتمد أكتر من لوك علشان أفلامه والبرامج بتاعته، لكن ظهوره في الجنازة كان غريب جدا. كان شكله أكبر من سنه بمراحل، شعره مش موجود ومش قادر يصلب طوله، وكانت الناس بتساعده كل شوية علشان يقدر يقف. كتير قالوا إن ده بسبب الحزن مش أكتر، وإنه طبيعي إنه يكون في جنازة أخوه تعبان وزعلان. لكن اللي زاد قلق الجمهور إنه من فترة كان طالع في لقاء تلفزيوني مع الإعلام أنس بوخش، وطول الحلقة كان بيتكلم على إنه كبر في السن، وإنه خايف يسيب أصغر أولاده يونس من غير ما يلحق يعيش معاه أكتر من كده. كمان طول الحلقة كان بيتكلم عن المرض وعينيه كانت كلها حزن، ده غير إنه انتشر خبر عن تدهور الحالة الصحية للفنان أحمد حلمي، وإنه بيعاني دلوقتي من مرض خطير ومحدش كشف عنه ولا قال تفاصيله. علشان كده الكل توقع إن السرطان رجع له من تاني، ومش حابب يكشف ولا يقول زي المرة الأولانية اللي ما صارحش بيها جمهوره غير لما لاحظوا وجود الورم في ظهره. لكن المرة دي مش حابب يقول غير لما يخلص بروتوكول العلاج بتاعه، رغم وقتها إن منى زكي نفت الموضوع وقالت إنه أحمد كويس وإن كل اللي بيتقال عليه ده إشاعات. لكن بعد ظهوره الأخير الجمهور رجع شك في تكهناته الأولانية من تاني، واللي أكد لهم ده أكتر إن أحمد بقاله فترة مختفي عن الأنظار ومش بيشارك بأعمال ولا أفلام زي الأول. والكل كان فاكر في البداية إنه مفيش حاجة مناسبة، لكن دلوقتي شايفين إن المرض هو السبب. لكن كان في رأي مختلف تماما، وبيقول إن ده بسبب الحزن على أخوه، خاصة علشان أخوه هو اللي حل محل أبوه اللي توفى في سن صغير، وكان بيعتبره كل حاجة ليه، يعني الموضوع حزن مش أكتر. دلوقتي جه دوركم تقولولنا، شايفين فعلا اللي هو فيه ده من المرض ولا ده حزنه على أخوه مش أكتر؟ شاركونا آرائكم وتعليقاتكم في الكومنتات.